اديني نموذج واحد يا استاذ استنى يجعل الفن مش موضوع يجعل النصاب مش بطل. اديني فيلم ما جعلش من القاتل. طيب ايه رايك كان في فيلم بتاع محمود عبد العزيز بطولة الاستاذ محمود عبد العزيز، فنان محمود عبد العزيز، وانا من الحقيقه مش متذكر اسم الفيلم، لكن ان هو كان راجل حرامي وكذا ونصاب ونشال، الحدق يفهم وفجأة اضطر ان هو يمثل دور امام جامع، لكن انتهى الفيلم ان الراجل فعلا عمل اعمال خير، وانه قدر هو من جواه يعني يتغير ويتحول ووصل ان هو اللي كان بيعمله ده مش كويس. استاذ جمال انا ضد الاتجاه ده كمان، لكن انا بس بقول نموذج. لا يعني أنا فهمت ان هو لما فعل الخير فعله من المال الحرام، وده غير مقبول اصلا. يعني لما يفعل الخير رجل نصاب وتجعله هو تحسن لا في قرية ثانية كان عندها مشكلة، فهو حب يجمع فلوس عشان يساعد القرية الثانية مع احتفاظه بانه نصاب، مع احتفاظه بانه حرامي. بس هو في الجزء الثالث وهنا يعني نموذج راقي للحرام. لكن هو السؤال هنا يا استاذ زي ما طلع اتفضل، هل اي شخصية لما بتتقدم في اي فيلم او في اي عمل فني مش بتمر بتطور؟ يعني الشخصية دي مش بتتطور من الشيء لا الخلاف ايه يا استاذ جمال؟ من الشيء السيء الى الشيء الحسن. الخلاف ايه؟ ان في الواقع فيه مرارة كتيرة قوي كويس، لكن التركيز على تصوير المرار بصورة إباحية، بصورة تجعل من الإباحية هي البطل، هو ده الاعتراض. ده ما كانش فيه أي إباحية. لا، أنت لما تجعل الفنان تجعل اللص الحرامي أصبح رجل خير، بالظبط زي ما في قضية شوية رقصات تنتهي الأفلام مثلا. هنا ما فيش رقصات خالص. أيوة، لا أنا بقول لك على فيلم من النهاية رجل نصاب وحرامي يفعل الخير. فهنا تعطي شرعيه ان كل الحرامي، وده شغل برضه في هو على فكره شغل الحرامي اضطر لفعل الخير، اضطر لفعل الخير ثم امن بهذا الخير وتحول اليه. جميل قوي، العيب اللي هنا جميل قوي، عظيم. بس انا برضه بقول لا، لان ده عطى شرعيه الفعل الحرام انه يصبح رجل خير. انا بقول لا، مش كده يعني كده. امال ايه؟ انا عايز حضرتك تشرح لنا هنا يا استاذ وحيد الحكايه مش كده، ان كيف يتناول الفن او ايه المقتضيات الفنيه اللي بتفرض على السيناريست انه يطور شخصيته بالشكل اللي بس اولا الفن ده له قواعد، مفيش حاجه جهول خالص، وللاسف اقبلها مني. يعني المساله مش مساله مزاجيه يعني، لا او انا سبتك تتكلم وقاعد ساكت ولا سنة. لا يا ريتك عارف انت بقى دلوقتي اسمح لي اقول لك، انت ما بتدافعش عن الاخلاق. بتدافع عن ايه؟ انت بتدافع عن الفاسدين بس. انت يعني حضرتك عملت لي 10 افلام مثلا سنة. لا لحظه قتل وسفك دماء. لا لحظه احنا بقى لنا ساعه من الحلقه ديت واللي قبلها كمان بنقول ان القصد من اظهار الشر والنماذج الشريره اساسا هو يا اما ان انا احذر الناس منها، يا اما اطلعها بشكل كريه بحيث الناس تنفر منها، يا اما افضح الشر. ده واضح تماما. وثانيا ان انا ابين، وده المهم، الاساليب مش الاشخاص بقى، الاساليب الشريره التي يلجأ اليها المحتالون والنصابون والقوادون وبتوع الحشيش وخلافهم، مع إدانتها طبعا، مع إدانتها. وأحيانا برضو أحيانا إذا أنت في بعض الأفلام الشر ينتصر، وهذه رؤية درامية، بس بيكون الهدف وراها إيه؟ القصد منها في هذه الحالة هو الإدانة ودق زي ما بيقولوا ناقوس الخطر. أي انتبهوا أيها السادة، انتبهوا يا ناس، لأن الشر هنا بيغزونا، بيسيطر علينا، ده اللي بيبقى دي القصد. انما انا لا يمكن باي حال من الاحوال اتفق مع ابو اسلام لما اقول له في ناس سرقوا الناس وهم حاطين مرتدين عباءة الدين، ويقول لي ايه ما كنتش تطلعهم لانهم منتسبين او كذا، او يقول لي ما تطلعليش الوزراء اذا سرقوا لانك انت بتهدم السلطة. يا استاذي، الدين الاسلامي الحنيف الحديث، انا يا سيدي بلاش، واعتقد ان انا حافظ الحديث يعني، او ما كنتش حافظه عشان ما اغلطش، ده كويس، هقول معناه. مش الحديث اللي يقول من راى منكم منكرا فليغيره بصيغه الامر بيده، فان لم يستطع فبلسانه،
فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان، والحديث صحيح ومتفق عليه. هنا دور أساسي. أنا لو شفت واحد بيسرق الناس علي أن أمنعه بالقوة، ونظرا أن أنا مش هقدر أمنعه بالقوة، لأن في الحياة العصرية اللي احنا عايشينها دي لابد ان انا لو رحت انا بقى امنعه بالقوه وهو ضربني وانا ضربته، انتشرت الفوضى لو كل واحد خد حقه بايده. انما في هذه الحاله ان انا ابلغ عنه اقول فلان ده بيسرق، فتيجي الحكومه بالقانون تحاكمه. اذا ما قدرتش علي ان افضحه بلسانه، احذر الناس منه، اقول لهم ده فلان ده حرامي ما تتعاملوش معاه، فلان ده بيشرب خمره ما تصدقوش، لان هو لا يعي في كثير من الاحيان. واذا ما قدرتش ان انا افضح ده، حتى افضح الفعل السيء بلساني، على الاقل لا ارضى عنه. انما حضرتك ده تطبيقه في الفن، تطبيقه في الفن اللي احنا بنعمله. انما الاستاذ المدافع عن الاسلام بيدافع عن الفساد وراضي به، وحنين قوي على المفسدين. ما شفتش حنيه اكتر من كده. حنين على أدعياء الدين، وحنين على رجال السلطة. وأقول له عدد المحبوسين من أعضاء مجلس الشعب كام؟ كنت أتمنى يقول لي 2 3، إنما بجرأة شديدة قال لي 33. 33 من 450 يا مولانا، يعني نسبة عالية جدا. ودول اسمع، ودول بيمثلوا. انت ناسي يا أستاذ وحيد. استنى بقى، لا فرمل شوية. لا ما فرملش. ده أنت مدرسة ماشية لنقل الفساد. فساد مدرسة جعلتني كيف أنا ليا الشرف. أنت مدرسة علمت الشباب كيف يأخذ المرأة من الخمارة إلى مكان الزنا. لم يحدث. مدرسة عطت تفاصيل كيف يقتل الرجل، وكيف يغطي جريمته. ما عملتش أفلام قتل. أقولها لك القتل